السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم محشي كرنب بطريقة بسيطة، يا رب تعجبكم. جبت كرنبة بدورها كده، مية تغلي معايا، هنزل بنص معلقة من الكمون، معلقة ملح، هنزل بالكرنب سلق معايا واقلبها على الجنب التاني. اقلب الكرنبة سلقت معايا من الجنب ده، اقلبها على الجنب التاني. الكرنب السلق معايا لازم اطلعه كده بالشكل ده، ما يبقاش مهري قوي عشان ما يتهرش مني وانا بحشيه كده واحده واحده. هخلصهم سلق كلهم وارجع لكم تاني. هعمل التسبيكه بتاعت المحشي. نزلت ب3 معالق من الزيت، معايا بصلتين فرمتهم كويس، البصله خدت معايا لون ذهبي، هنزل عليها بعصير الطماطم، هنزل بالبهارات، ملح، كزبره، كمون، فلفل اسود، كل حاجه معلقه كبيره من كزبره والملح. التسبيكه اتسبكت معايا بتاعت المحشي كويس، هنزل عليها بالرز، والخضره، حزمتين من الكزبره وحزمتين من البقدونس وحزمتين من الشبت. نقلبهم كويس مع بعض. تعالى نوضب بالورق كده بتاعت المحشي. اهي الورقه كده، هاجي من النص هروح قسمها نصين، نص بطبقه كده وراح جايه همسك الورقه واقطع على قد الصابع، هلفه بالشكل ده كده. الف المحشي، اجيب شويه الرز كده، ولف الصابع كده. معايا الحله، الخضره اللي انا بقطعها باخد العصي بتاعتها وبحطها في قعر الحله، بتخلي طعم الكرنب خطير. هلفهم كلهم وارجع لكم تاني. خلصت المحشي ولعت عليه النار، احط له نص معلقه ملح كده من فوق، انزل بمعلقه سمنه كده حلوه، انزل عليه بالميه،
المية تبقى معايا كده بالشكل ده، مملاش الحلة اهو عشان المحشي يطلع معايا مظبوط. اول ما يغلي هوطي عليه النار. المحشي بيغلي معايا هدي عليه النار. المحشي استوى معايا وطفيت عليه النار. لو عجبكم لايك وشير واشتراك في القناة.